فترة الضمة الموحدة، ومعانا دلوقتي المنيو إن الفطار رمضان النهاردة، وممكن نقول كمان هنفطر ايه بكرة. معانا الشيف هبة عبد العزيز. ازيك يا شيف هبة؟ ازي حضرتك يا ع- استاذه شيرين؟ عاملة ايه؟ كويسة؟ الحمد لله بخير. وانتي بخير دايما. قوليلي، يعني قولي لنا منيو النهاردة ممكن الناس تفطر عليه. انا يعني بالنسبه للحادق عندي هو في فطير مشلتت. ده فطير بالسمنه البلدي بيتعمل في فرن لا حطب. ثواني، هبة انا عايزة افطار. انا عايزة افطار فطير مشلتت، ده مش هيفطروا عليه، ده بيحلوا بيه. ما هو انا مش يعني عايزة تقدمي حلويات، مش عايزة اه تقدمي الحلويات والفطير طيب خلاص قدمي حلويات. لكن الفطار لا انا يعني مش متخصصه في اكل الفطار. انا حلويات وفطير مشلتت. طيب قولي بقى، قولي لنا الحاجات الحلوة اللي انت بتقدميها ايه. شرقي المشكل. امم. كل الشرقي المشكل يعني كل اشكاله، البسبوسه والكنافات كلها كل اشكالها، الجلاش، البقلاوه، صوابع الزينب، طيب قولي لنا وصفة الكلام ده انت بلح الشام. بصي يا هبة، قولي لنا وصفة حلويات انت ممكن، اصابع زينب. قولي لنا الوصفة بتاعتها بتبقى ازاي. بصي انا هقول لحضرتك على حاجه. انا هقول لك على مثلا ايه وصفه الكنافات مثلا، اه. القباط، اه. الكشري الحلو اه اللي طالع جديد اليومين دول الكشري. مثلا. قولي الكشري لنا الحلو. الوصفة بيتعمل ازاي. الكشري الحلو ده بيبقى الكنافه اللي هي يعني بلسة الكنافه نفركها كده مع السمنه امم. ومع شويه سكر بودره امم. وندخلها الفرن بحيث انها تتحمر. امم. ماشي، درجه حراره متوسطه، تاخد اللون الذهبي اللي هي تبقى كريسبي. امم. تبقى كنافه كريسبي كلها متفتته، ما تحطش كميه كبيره، لا حط شويه شويه. امم. آه، تبقى كريسبي. بعد كده بطلعها ارش عليها برضو ايه شويه سمنه تاني كده صغيرين، وبعد امم. كده برضو بعمل الجلاش. امم. الجلاش برضو بيبقى كريسبي، بيبقى جلاش عليه برضو سمنه امم. وبيدخل الفرن ياخد اللون الذهبي. ده كده عملنا صنف لوحده وصنف لوحده، يعني في الاخر هنعمل مزيج لكل ده. في امم. برضو الكريمه. امم. طبعا ايه بعمل كريمه. بجيب امم. الكريمه اللي هي الكريم شانتيه والكريمه اللباني امم. وبحطهم مع بعض. وممكن ابقى في ناس بتحط له رز بلبن. انا مش يعني مش بفضل احط رز جوه الكشري الحلو ده. بس عموما ممكن نعمل الرز بلبن بتاعنا العادي. بيبقى كيلو لبن على شويه رز صغيرين مع شويه كريمه لباني مع كوبايه سكر ونقلب كل ده على النار، ويبقى ده كده عملنا الرز بلبن. امم. في ايه تاني بيتحط له بقى من فوق الصوصات والديزرت اللي الناس كلها اي حد بيحبه، يعني اي طعم بيحبه، مثلا لوتس مثلا، مانجا، كراميل، اوريو، كل امم. ده. المهم ان احنا بنيجي في البوله حلوة جميلة بنحط فكرة تحت في الارضيه كشري. رز بلبن او الكريمه، اه. وبنحط عليها الكنافه اه. الكريسبي اللي احنا عملناها وحمصناها في الفرن. بعد كده بنديها اذا في قشطه برضه نحط قشطه، وبعد بعد حته قشطه وبعد القشطه نحط الجلاش او ممكن الملفيه على حسب. يعني على حسب اللي بيحبه، يعني على حسب الاذواق. يعني في ناس اه. بتحبه خفيف شويه فتقول لك جلاش، في ناس لا بتحب الحاجه دسمه اكتر فممكن احط الملفيه. فممكن احط الملفيه وبعد كده شويه برضو من الكريمه تاني. وبعد كده برضو بنحط على الوش شويه كنافه من الفريز اللي حطيناهم من تحت خالص، ونحط في الاخر الكراميل ونحط الصوص ونحط اي ديزرت او اي طعم الناس عايزاه يعني. حلو كلمة على الوش كشري نحط الصوص الحلو، على الجنب. سمعيني يا هبة. كلمة نعم. كشري الحلو جميلة جميلة فعلا، بجد فعلا، يعني هو مصطلح جديد ومميز، وانتي قلتي فيه اضافات جميلة جدا. شكرا ليكي يا هبة، كل سنة وانتي طيبة ونورتيني.